إطلالة فنانين وفنانات العراق بمهرجان الهلال الذهبي، وأول إطلالة ويانا سارة البحراني صابرين وغصون اللي مثلوا مسلسل خان ذهب واشتهروا بيها. وبعدها ويانا ست عبير فريد بإطلالتها بالماروني. وأكيد لا تنسوا تخلون لايك واشتراك وتفعلون الجرس. وهسه نبدي نعلق على كل الإطلالات وعلى كل الحضور بمهرجان الهلال الذهبي. ويا ناس الزهرة الربيعي فستانها الأصفر البسيط، الفستان مع ناس كبار بالعمر ومحترمين ومحتشمين. وبعدها ويانا أساور عزت وزوجها ولبس فستان أصفر على خردلي. الناس قالوا إنه تمشي عرجة أو عوجة، بس إذا تلاحظون إنه هي أصلا الفستان شلب برجلها وما قدرت تمشي براحتها. مريم غريب وحيدر الطائي. مريم الناس من انتقدت حمرتها لأنه قالوا كلش باهته وبهتت إطلالتها. هي هاي اليوم الانتقادات راح تبلش على السوشيال ميديا، وأستاذ عارف ويانا. وبعدها عندنا زينة الدليمي وزوجها رائد بسام، صح. إطلالتها كلش أنيقة وراقية، وهي يعني حاليا هي بدها تختار الألوان كلش تناسبها، والألوان زائد اللبس المحتشم ويا الألوان اللطيفة اللي تلبسها. وبعدها ويانا خليل فاضل خليل بدلة بيجي اوف وايت، وست سمر محمد كلش كانت مبتسمة وكلش ابتسمت للحضور. ويانا طروشي وبعدها روكان الوادي اللي مثلت مسلسل الحيرة. سارة اوس كيوت وباربي صغير ونبني لعابة بينه بالمهرجان كلش لطيفة. وعندنا ست فوزية حسن لابسة الطقم اللي دائما هي معتمدين عليه، دائما تلبسه اللي هي السترة والبنطلون. كانت إطلالة كلش أنيقة ومرتبة ولاقة لعمرها. وبعدها عندنا نور إعلامية عراقية شابة وفستانها كلش بسيط وأنيق والكل حبه. بعدنا أشتي حديد عندنا باللون الذهبي والأسود. إطلالة بسيطة وأنيقة مثل ما متعودين على أشتي، وهالمرة شوية كلش ما مفتوح، لأن كل مرة يكون فستانها مفتوح أكثر، فالمرة إطلالة جدا عادية. وعندنا الفنان محمد هاشم لابس بدلة بلون النيلي بسيطة وأنيقة. ورضا طارش رجع شوي السمن عن حامض حلو، لأنه كلش خفنا عليه بذيك الفترة إنه ضعف كلش هواي، والناس كلها خافت إنه لا سامح الله متمرض مرض خطير أو قوي. وأستاذ ستار خضير بطلالته بالستر الأوف وايت والبنطلون الأسود. الفنانين الكبار ما أعتقد الناس على السوشيال ميديا تبدأ تنتقدهم، ست بتول كاظم ورياض شهيد والعملاق الكبير أستاذ سامي قفطان. واكيد يعني وهم اللي احنا نحكي بلبسهم او باي شيء خاص بيهم، لانهم يعني اكبر من انه احنا نحكي بيهم. كرار حيدر، ست آسيا كمال ويا زوجها ويا هاي فنانين عراقيين دخلوا مجموعة سورية لابسة اللون الأحمر. قالوا إنه طالعة أم العريس بليلة العرس. ريهام البياتي لطيفة أنيقة بلون الأسود وهو كلش كيوت طالعة. وبعدها ويانا جمانة وأختها بلون الأسود نفس الشي، وهم من الناس انتقدت مشيتها، بس تلاحظون إن الفساتين شوية طوال فأكيد يتعثرون بها. تمارا يا جماعة طالعة كلش حلوة، صح سمنانة شوية بس طالعة كلش 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 حلوة وتجنن طالعة. وراها ساندي طالعة باربي صغيرونة، هي باربي أصلا صغيرونة ساندي، إن شاء الله تبقى هيك كيوت ولطيفة وأنيقة. وبعدها أميمة جواد الشكرتشي ونور الاثنين هم مثلوا بمسلسل خان ذهب وشهروا بخان ذهب. وبعدها أستاذ إحسان دعدوش، أكيد ما نقدر نقولش لابس وش ما لابس لأنه هو أكبر إنه إحنا نحكي. أحمد وحيد عملاق الدراما والفن العراقي. وعلي فاضل بعدها هم ما نقدر نحكي على علي فاضل. وأكيد الانتقادات للبنات أكثر شيء على البنات شو لبسوا وش خلوا فساتينهم وهالشي. ويانا سارة إعلامية أو ما أعرف شنو، ما أعرفها بصراحة. علي جابر بولاية بطيخ. محمد قاسم طلع مايسترو. حسن حنتوش قالوا انه الحذاء او الشوز يعني ما لايقه للمهرجان. داليا طه اول مره تلبس فستان محتشم ولايق لها، يعني دائما هي ما تحب تلبس المحتشم بس لايق لها. سما جاف همين لابسه فستان فضي بسيط كلش للمهرجان ولاقي لها، وجنطتها كلش كيوت كيوت. غانم حميد، اياد الطائي. الولد ما نقدر يعني شو نعلق عليهم، لابسين فستان حلو لو لابسين فستان قصير او فستان مفتوح، يعني شو نعلق على الشباب. مؤمل
هند نزار طالعة تفلش، أحلى وحدة بالمهرجان بصراحة هند نزار، أناقة وكيوت وتضحك ومبتسمة ورفعت الشعر والمجوهرات كلش حلوة، وأريجهم كلش حلوة طالعة، ولا يعني تحسين خوات العروس أو هن العرايس اثنيناتن جايين، الشعر والذهب والإكسسوارات والمكياج كله حلو، يعني بيرفكت. حيدر، وعندنا علوش الأمير، نادين وبهاء. نادين إعلامية أو معلمية ما أعرف بصراحة، بس بهاء أعرف إنه فنان عراقي. ست شيماء عماد لابسة فستانها بسيط كلش، وقالوا إنه ليش ما لبست أسود، والأسود يضعفها وما أعرف إيش. شيماء الوحيدة اللي لا سوت لغلول ولا تجميل ولا لغلوغات ولا أي شيء. أستاذ حسين، داود حسين، مو حسين، داود حسين. أوكي. شاهندة طالعة كلش حلوة وكيوت، وهم اللي انتقدوا انه قالوا انه الفستان مفتوحة من البطن، بس هي مغطيتها بايدها مثل ما تشوفون، يعني ما بينت الفتحة مالت البطن ابد، شوفونه بقى شوي بس بينت من عندها. وبعدها اطلالة هيلين كلش بسيطة وانيقة وراقية بلون الاسود، اثير كشكول وجمانة كريم. انتقدوا جمانة بسبب انه الفستان، هو احنا يعني العراقيين ما يحبون انه وحدة تخلي شيء على شعرها وطالع الصدر او مفتوح الفستان. وجوهراتها كلش لطيفة والفستان كلش حلو، بس الناس انتقدت انه خلش كشال على شعرها. ومكياجها قالوا انه مكياجها كلش باهت ملايق ويا اطلالتها لليوم. وهاي انتقادات لاحتها الجمانة. وبعدها ويانا مينا نور العبيدي اللي كل الناس حبتها باطلالتها كلش كيوت وبسيطة وانيقة كلش وهاي. ويانا نبأ وهم اطلالة بسيطة وانيقة بلون الابيض. وبعدها ويانا دكتورة هالة كلش همينة بسيطة وانيقة. وبعدها غسان اسماعيل وزوجته ما شاء الله منورين. حيدر أبو العباس إعلامي وفنان عراقي، السوس مالته خضراء. رائد أبو فتيان. تعرفون شباب قلت لكم إحنا يعني شنو نعلق إنه كل يعني شنو اللي يلبسونه يلوق لهم، مو مثل ابني ألف انتقاد تحصله. نجوم مسلسل الخان ذهب أحمد الخفاجي ورويدة شاهين وسيف الشريف. ورويدة طالعة كلش حلوة أنيقة وراقية. وبعدها طلعت الفنانة ناريمان باللون الفضي على رصاصي، وآن طلعتها باللون الأبيض البسيط. وأستاذ عباس النوري الفنان السوري نجم مسلسل باب الحارة. وبعدها عندنا هيفاء حسوني وبكر خالد. وهيفاء كل الفنانات مثل كل الإعلاميات والفنانات البقية يتعثرون فستانهم، بس إطلالتها كلش حلوة ومكياجها حتى لو قالوا باهت بس كلش لايق لها، وهي أصلا متعودين عليها بهذا المكياج. وحضور حسام كامل الملحن العراقي المعروف. وبعدها أستاذ حيدر النعيمي صاحب مهرجان الهلال الذهبي. وبعدها هواي حضروا ناس من السوشيال ميديا كذلك موجودين. ويانا راغدة خاتون وأختها، دائما أختها وياها بكل المهرجانات. ست أميرة إجواد نجمة مسلسل خان الذهب، بعدين كانت مختفية فترة كلش، بعدين طلعت لنا بخان الذهب، رجعت لي صاحب مسلسل خان الذهب. علو ليو اللي مثل مسلسل جديدة هو هند نزار، وقالوا انه كلش ابدع. شروق حسن كلها قالت انه ايش معنى لابسه سوت وهي اصلا مو مال سوت، انه هو مهرجان ولازم تلبس فستان. بعد هي ادرى. جبار جودة وزوجته. وبعدها عندنا دعاء قاسم. واكيد كل الفيديوهات اللي راح تنزل المهرجان الهلال الذهبي راح انزلها لكم اول باول على قناتي. وعندنا استاذ عبد الرحمن المرشدي. وبعدها عندنا براء الزبيدي وبتول الفنانة العراقية بتول كاظم. أكيد طالعين كلش حلوات ولطيفين، تسريحة الشعر كلش لطيفة اثنيناتهم، المكياج كلش حلو، يعني كلش بيرفكت. ورفا النشمي بإطلالتها باللون الأخضر والأسود، انتقدوها إنه سلمانة كلش هواي، وهي بعدها بداية مشوارها الفني. كل الفيديوهات اللي راح تنزل راح أنزلها لكم أول بأول على قناتي، انتظروني.